ازاي احب نفسي من غير ما اكون مغرور؟ هي صحيح معادله صعبه بس تحقيقها مش صعب. خلينا متفقين الاول ان اي انسان في الدنيا عشان يقدر يحب الدنيا والناس اللي حواليه لازم يحب نفسه الاول، وفي فرق كبير جدا بين الحب والغرور. حب الذات معناه ان انا اقدر نفسي وافهم نفسي وافهم احتياجاتي، ما اشوفش نفسي قليل وما اقبلش على نفسي حاجات غير مقبوله او تقلل مني. يعني ما نقبلش على نفسنا حاجات تهين كرامتنا. لازم نقدر كرامتنا كويس، لازم نعرف اننا نستحق حد يحبنا بجد وحد كويس معانا، ونستحق حاجات كويسه في الدنيا، مش نستحق اقل حاجه. بس في نفس الوقت نخلي بالنا ان حب الذات ده ما يتحولش لانانيه. لازم كمان نراعي احتياجات وشعور الناس اللي حوالينا، يعني نقبل على الناس اللي نقبله على نفسنا وما نقبلش على الناس اللي ما نقبلهوش على نفسنا. وما نقعدش بقى نلوم الناس على اخطائنا ونعلق اخطائنا على شماعات الناس، لا، لازم نتعلم من اخطائنا ونعرف نتحمل مسؤوليه قرارنا. للاسف مش كل الناس بتقدر توصل لحب الذات، لان معظم الناس ما بيقدروش يفهموا نفسهم كويس ويحددوا احتياجاتهم. علشان نقدر نفهم نفسنا كويس لازم نتعامل رقم واحد بطبيعتنا مع الناس اللي قدامنا، ما نحاولش نزيف نفسنا وما نهتمش قوي لاراء الناس اللي حوالينا، لان مش كل الناس هتحبنا. ده ما فيش حد الناس اتجمعت على حبه، حتى النبي عليه الصلاه والسلام مش كل الناس حبته، كان ليه اعداء وناس كرهته وناس قالت عليه مجنون. فبالتالي ما تهتموش قوي براي الناس فيكم، وخليكم على طبيعتكم وسجيتكم علشان تقدروا تفهموا نفسكم كويس وتفهموا احتياجاتكم. وحاولوا دايما ان انتوا تكونوا في محيط داعم ليكم، محيط يفهمكم. اختاروا ان انتوا تتعاملوا مع الناس اللي بتفهمكم، الناس اللي انتوا متفاهمين معاهم، مش الناس اللي دايما ضدكم. لازم كمان تتعلموا تقولوا لا للحاجه اللي ما تعجبكمش او الحاجه اللي مش مناسبه ليكم، لان ما حدش هيقدر يحدد المناسب ليكم واللي مش مناسب ليكم غير نفسكم. ما تقبلوش ابدا حاجه انتوا مش قابلينها لمجرد ان الناس بتقول عليها حاجه عاديه ومقبوله. طالما الحاجه دي مش مناسبه ليكم انتوا يبقى تقولوا لا. من اهم الحاجات اللي بتخلي الانسان يحب ذاته ان هو ما يجلدش نفسه، يعني يحب نفسه بمميزاته وعيوبه، يتقبل نفسه حتى يتقبل عيوبه. وما تحاولوش دايما ان انتوا تحكموا على نفسكم او تحكموا على الاشخاص اللي حواليكم. حاولوا انكم انتوا تقللوا جلد الذات وتسامحوا نفسكم وتحبوا نفسكم حتى باخطائكم، واوعوا تسيبوا حد يهز ثقتكم في نفسكم. لازم دايما تحافظوا على ثقتكم في نفسكم. حب الذات مش انانيه، حب الذات واجب علشان نقدر نحب الكون من حوالينا والناس اللي حوالينا حب غير مشروط. لازم احنا كمان نحب نفسنا حب غير مشروط. وفي الاخر حب الذات لازم يكون موجود علشان نقدر نعيش حياة سوية وخالية من الامراض النفسية. كان معاكم غدا يسري، اشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.